اي تحركات عندك بلغني فورا. سامع؟ على السلامه. الحمد لله على السلامه يا احمد. الله يسلم حضرتك يا فندم. كويس انك عرفت توصل في الظروف الزفت دي. وقف الفرم ده، وقف. اتفضلوا لو سمحتوا، لو سمحتوا سيبوني مع احمد شويه. اتفضلوا اتفضلوا. احمد، مفيش وقت نضيعه، ده اصعب يوم في تاريخ مصر. البلد كلها على كف عفريت، كل حاجه في خطر، البلد بتتنهب. تحت امرك يا فندم وتحت امر البلد. ربنا هيستر. ما هو هيسترها ان شاء الله، بس لو اتحركنا بسرعه واتحركنا صح. امورنا يا فندم. عايز نعمل ايه؟ رحيم السيوفي ماله؟ هرب مبالغ كبيره عباره عن فلوس وذهب بره مصر عن طريق تحويلات بنكيه وعن طريق عربيات. العربيات دي اتحركت وهي متحمله ببلاوي متلتله لصالح البهوات اللي ودونا في 60 داهيه وورطونا الورطه السوداء اللي احنا فيها دي. ايوه يا باشا، بس رحيم ده راجل اعمال كبير جدا، يعني في رجاله وفي سلاح. المواجهه معاه دلوقتي تعتبر كارثه. كارثه ايه بس؟ هو في كارثه اكتر من الكارثه السوداء اللي احنا فيها دي؟ ما هو رحيم لو هرب بره مصر مش هنعرف نجيبه. رحيم لازم يبقى بين ايدينا والنهارده. يا باشا البلد مقلوبه. يا احمد احنا ممكن ما نبقاش على كراسينا بكره ولا على مكاتبنا، انما لازم نشتغل لحد اخر وقت في خدمه البلد دي. رحيم السيوفي مهمتك مهما حصل. انا عاوز رحيم وكل ورقه ببيته وفي شركاته خلال ساعتين. دي مليارات خرجت بره البلد خلال 8 ساعات. حاضر يا سياده العميد، الليله دي رحيم هيبقى في ايدينا حتى لو كان اخر يوم في عمري.